أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم الدين بيقول إيه. في آراء الواحد بيقراها وعايزة مستوى معين من التفكير والرد عليها. ممكن تاخدنا الحمية كمسلمين ونقول لأ، لكن ممكن بقدر من التفكير تقول لأ، الرأي ده جيد. هل ما قام به المسلمون الأوائل سواء في عهد الرسول أو بعده من فتح العدد من الدول، هل هذه هي غزوات، تعبير الغزوة، ولا معارك حربية؟ وهل ديننا أمرنا إن احنا نغزو ونقتحم على بيوت ناس في بلدانهم علشان ننشر الإسلام بينهم؟ مش كل واحد مفروض آمن، ومفروض إن ربنا قال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه القضية كانت مسار جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، قرأتها وحبيت إن احنا نحطها النهاردة في البرنامج أمام ضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد كريمة. غزوات ولا معارك؟ معارك. معارك. لأننا إذا نظرنا إلى فقه الجهاد في الإسلام، وأنا لي موسوعة وكانت من أسباب ترقيتي إلى درجة أستاذ في جامعة الأزهر. احنا عندنا في جهاد الطلب اللي هو احتلال أرض الغير، وفي جهاد الدفع. تاريخ المسلمين كله جهاد الدفع وليس جهاد الطلب. الآيات القرآنية واضحة: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. بمثل ما اعتدى عليك. بالظبط. واحنا عندنا لما تنظر للقرآن الكريم، آيات السلام وما يشتق منها 33 آية. آيات الحرب 6، ووصفت بوصف منفر في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: حتى تضع الحرب أوزارها. يمنع ويحظر حمل السلاح على أناس سواء على المستوى الفردي أو الجماعي أو الدولي لنشر الدعوة الإسلامية. هذا لا يوجد. يعني حضرتك إما نحلل بحيادية وموضوعية وواقعية معارك في صدر الإسلام أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. معركة بدر، الكفار هم الذين جاءوا إلى ضواحي المدينة. معركة أحد هم الذين جاءوا إلى ضواحي المدينة. معركة الخندق أو الأحزاب هم الذين أتوا إلى المدينة. شوف 3 معارك ورا شوف بعض. حضرتك بتسميها معارك، من أين جاء مصطلح الغزوة اللي متداول في كل الكتب؟ لا، هو عشان في جزء آية قرآنية أو كانوا غزا فقالوا إن دي غزوات، لكن هذا خطأ. مم. هي آه معارك. هي معارك. اما تيجي هي بس الوحيدة اللي الرسول ذهب إلى مكة مم. لنصرة المستضعفين مم. بعد أن قريش نقضت عهد الحديبية، اللي هو فتح مكة. كذلك لما جاءت بعض القوى المناوئة للقضاء على المسلمين أو مؤامرات، يعني خيبر مؤامرات، في عندك مثلا تبوك على حدود الشام، في عندك مؤتة كان لما برضو تحلق الروم، وهكذا. بس إنما سيدنا أبو بكر وهو أول خليفة للمسلمين أول ما تولى قام لا، هو بإرسال إنفاذ جيش أسامة لتأمين حدود المجتمع، لا أكثر وليس ولا أقل. فتح. لا 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 لا, لا. طيب بهذا المنطق نقول إيه على دخول عمرو بن العاص مصر؟ معركة، غزو، فتح. طب ما المصريين كانوا قاعدين في حالهم، جيت لهم ليه؟ لا، هو يعني في روايات وأنا وثقتها أن في كثير من المصريين آنذاك استنجدوا اللي بال هم الأقباط اللي كانوا موجودين من بسبب حملات الدم اللي كانت بالظبط بالظبط. ضدهم. فهم اللي طلبوا، مم. فكانت فرصة مواتية. ولذلك سيدنا عمر عليه رضوان الله في الأول عمر بن الخطاب. ايه تردد وهو في الشام، مم. فلذلك هو اشترط على عمرو بن العاص، قال له: سأرسل لك رسالة، إن كنت قبل الحدود المصرية في سيناء يعني عند مم. رفح لا تدخلها، وإن جاوزتها توكل على الله. فعمرو بن العاص بدهائه المعروف لما جاء فتح المبعوث الرسالة بعد ما مشي. بعد ما مشي من الحدود، الله يفتح توقع عليك. هو. بالظبط. فإحنا نستطيع أن نقول لا يوجد في تاريخ الإسلام
احتلال أرض الغير. لا يوجد في تاريخ الإسلام أن معركة تشن لإدخال الناس في دين الإسلام بالقوة الجبرية، لا يوجد. يعني شوف حضرتك. طب خلينا بس عشان برضو أرد على نعم. حضرتك. أنت وصلت للأندلس إزاي؟ ده في شمال أفريقيا. طارق بن زياد. نعم. أنت دخلت أهو بلاد نعم. يعني مفروض إنها آمنة، بتدخلها ليه؟ لا، هو برضو كان لتأمين الشمال الإفريقي اللي هي تونس والجزائر والمغرب، فكان في تربص، فهو ذهب لمجرد تأمين الحدود، لكن بقى هو وجدها يعني بلاد هل دي طيبة. أيضا كانت طبيعة عصور؟ يعني كان في سواء ما بعدها حملات صليبية بتغزو كانت تحمل عنوان برضو الصليب يعني. نعم. يعني هو كان ادعاء مم. برضه عشان نكون منصفين. بعض الاتجاهات يعني قالوا ان هم كانت حروب دينية، مم. قد تكون عشان بيت المقدس في ذاك الوقت او في ذلك الزمان، لكن ألا يعنينا انا في الاسلام هل توجد حروب لادخال الناس في الاسلام جبرا أو قصرا لا، في الإسلام؟ لا، لا، يبقى الإسلام لا باطل. يدعو إلى هذا. شوف، حتى ما نقرا رسائل النبي عليه السلام وتوصيته للمجاهدين، مم. يعني يقول لهم ايه؟ لا تقتلوا امرأة ولا طفلا ولا شيخا كبيرا ولا تعقروا شاة إلا ولا لما أكل شجرة. ولا تحرقوا نخلا إلى مم. آخره. مم. فلا يوجد تدمير. حتى يعني من الأشياء اللي برضو اتحف برنامجك الطيب، مم. الفقهاء عرفوا تحريم استخدام المواد اللي هي بنسميها الآن زي القنابل النووية والذرية. مم. عرفوها ان يحرم استئصال الناس بالاسلحه الفتاكه. يعني مثلا ايه في الفقه المالكي يقول ايه؟ ويحرم استخدام السهام المسمومه ضد الاعداء. مم. شوف الرحمه. الإسلام ممنوع. يمنع هذا. يمنع. مم. يعني قبل ان يتوافق العالم المعاصر على تحريم القنابل العنقوديه العنقودية، نعم. الى اخره، الاسلام حرمها ولم يبح استخدام هذه الاشياء لا من قريب ولا من بعيد. طيب، ولكن بعض المسلمين لما دخلوا بعض البلدان، وهنسميها معارك أو فتح أو تأمين، مم. قالوا اللي عايز يسلم أهلا بيه، لكن اللي مش هيسلم يدفع لنا جزية. طب ما أنت عامل عليا كده بمصطلح العصر، لا، يعني هي كفاية. ضريبة. هي ضريبة. خلي بال حضرتك. بيدفعها غير ما المسلم، أنا بس المسلم ما بيدفعهاش. لا، ما أنا أقول لك ليه. لأن المسلم بيدفع زكاة. مم. ممكن أن تصنف ده في إيه؟ النظام المالي في الإسلام من ضمن الموارد بالنسبة للمسلمين الزكوات والصدقات الجارية إلى آخره والأوقاف. طب وبالنسبة لغير المسلمين في نفس المجتمع يبقى هيدفع الجزية كضريبة. ولا مانع، فجر لك مفاجأة لم تقل من قبل. مم. الإمام الباجي في كتابه المنتقى من عمد الأدلة الحديثية والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لما قال الجزية قال إيه؟ الجزية ليست من الأمور القطعية، بل من الممكن أن تلغى تطبيقها إذا كانت هناك مصلحة للمسلمين أو إذا كان بالمسلمين ضعف. خليني صريح معاك. اتفضل. الآن مم. مين اللي بيدفع الجزية؟ ده العرب بيدفعوا الأمريكا. العرب طبعا. المسلمين هم اللي بيدفعوا بيدفعوا الجزية الأمريكا. دلوقتي. صحيح. من الآخر. صح. فحضرتك زي آيات الرق، مم. يعني أنت في العالم موجودة المعاصر ولكن مش ما تقدرش تطبق. يعني مثلا ما ربنا في سورة البلد فلا اقتحم العقبة وما فك أدراك رقبة. ما العقبة مم. فك رقبة. هتيجي تقول لي عتق العبيد، أقول لك لا، ما فيش عتق عبيد، لكن في البديل تحرير المعتقلين في سجون إسرائيل مم. مثلا. ده فك رقبة. نعم. فحضرتك حتى السبي مم. ليس واجبا. مم. يعني وبالذات شوف أقول لك مع حقوق الإنسان، مع المواثيق الدولية، لأن الفقهاء علمونا حتى في الأزهر الشريف قاعدة جميلة. قالوا إيه؟ قالوا تشوف الشارع الحكيم إلى الحرية. كل ثغرة تمنع استرقاق الإنسان يعمل بها. كل ثغرة بتمنع عدم سبي النساء. ولذلك الكذابون من السلفية القتالية لما جم في العراق وجم في الشام
وعملوا جهاد النكاح وعملوا السبي وعملوا ده في الغنائم السنوات القليلة القليلة الماضية. كل ده منسوخ عمليا، منسوخ من الناحية طب هم العملية. استندوا إلى إيه؟ ما هو كده استندوا أخذوا إلى- بظاهر بعض النصوص. مم. في نصوص حضرتك بتكون وقف على زمانها بنسميها واقعة عين، وفي نصوص مطلقة. هم أخذوا نصوص كانت تصلح لأزمنة، زي ما قلت لك الرق هل يصلح في زماننا؟ لا. ولذلك من المضحكات المبكيات لما جاء شيخ سالم في أيام الانفلات الأمني في 2011 في الخريف العربي مش الربيع، وجاء الحويني من مشايخ السلفية ذهب إلى جامعة سوهاج مم. وقال لهم كده يعني محاضرة غريبة الشكل، بيقول لهم إيه بقى؟ لنقضي على الفقر يقوم نهجم على دولة، نسبي النساء، نوزع النساء على الشباب المتعسر في الزواج وناخد فلوسهم. وناخد الفلوس ونوزعها على الفقراء. ده المفروض الراجل ده كان يحاكم بتهمة ازدراء الإسلام، لأنه هو أتى بأشياء أحسنت. تثير علامات استفهام على التشريع الإسلامي. طب وهو بيقول ده ليه اللي قاعدين أو العقل المستمع مم. يتقبل الكلام ده؟ يعني ما بيقولش لا ديننا ما بيعملش كده، وده مش الدين اللي أنا مؤمن بيه. بالظبط. ليه العقل الجمعي كده المصريين أو اللي بيسمعوا المسلمين عادي جدا؟ شوف حضرتك، في صفقات معينة، والسلفية القتالية أو الفكرية اللي أنتجت القتالية، وديك شاف اللي حصل في الشام. مم. يعني هم فرخوا بالانغلاق على دعاوى ابن تيمية اللي فتح أبواب التكفير وفتاوى مردين في الشام، ومحمد بن عبد الوهاب النجدي، والرسول حذر من نجد لما وقف على حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها وأشار إلى نجد وقال الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا. فللأسف في مرض في علم النفس مرض اللي هو جلد الذات، فهؤلاء أتوا بأشياء فيها الكراهية وفيها الحقد وفيها الغل، وكأن الإسلام يعني حتى لما جم استندوا غلط قالوا إن فواتح سورة التوبة آية السيف، مفيش حاجة اسمها آية السيف. اللي عارف اللي قرأ الكلام الجميل ده الذي لا ينشر للأسف لا في المقررات التعليمية ولا الدعوية ولا الإعلامية، الشيخ محمود شلتوت رحمة الله عليه شيخ الأزهر الراحل. المجدد. بالظبط، المجدد المجدد صحيح. بحق. مم. إما قال إيه؟ آيات القتال في القرآن الكريم. اللي أنا قلته مع حضرتك وبقوله في الحلقة من كتاب هذا الرجل. يبقى نلخص فيما يلي: الغزوات في ما الإسلام فيش حاجة اسمها غزوات، ينبغي أن تسمى معارك وليست غزوة. نعم. ما نقولش غزوة بدر، لا نقول لا. معركة بدر. نعم. 2، لم يأمر الإسلام نبيه بأن يقتحم البلدان لا لا لا, لا. الآمنة لا. لنشر الدين قسرا. ممنوع قولا واحدا. قولا واحدا. لا يوجد شن أسلحة أو حمل أسلحة أقصد واقتحام تجمعات لنشر الدعوة الإسلامية. لنشر الدعوة الإسلامية. الدعوة الإسلامية إنما نشرت كيف؟ بالتجار، بأخلاقهم، بالصدق، بالأمانة، في أواسط آسيا، في جيبوتي، في أرتريا، أفريقيا. الصومال، كل ده نشر بأخلاق التجار المسلمين وليس لا بالرماح ولا بالسيوف. فضيلة أستاذنا الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، شكرا جزيلا لحضرتك. بارك الله فيكم. حلقة انتهت معاكم، بكرة حلقة جديدة من الدين بيقول إيه.